النهاردة هنبدأ تصميم جديد، بس المرة دي قبل ما نستخدم أي تول هنفهمها الأول، لأن مش الهدف إنك تعرف تدوس على الزرار، المهم إنك تعرف التول دي بتعمل إيه وأمتى تستخدمها. والنهاردة هنتعرف على تول مهمة جدا وهي جوين. هنتعرف عليها الأول وبعدين نستخدمها في التصميم، ويلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على شوية تولز جديدة زي ويب وكومباين ولوفت، وكمان اتكلمنا على نيو كومبوننت. فلو انت ما شفتش الفيديو اللي فات ارجع شوف علشان ما يفوتكش اي حاجة. وبما ان في ناس منكم طلبت في الكومنتات ان نشرح اي تول بشكل واضح، فمن هنا ورايح اي تول ان شاء الله هنستخدمها هنشرحها بشكل مفصل. والنهارده هنبدأ مع تول جديدة وهي جوين، هنشرحها بشكل مفصل وبعدين نستخدمها في التصميم، ويلا بينا نبدأ. قلنا الفيديو اللي فات احنا ليه بنستخدم هايبرد وما بنستخدمش بارت، وقلنا بارت ديت من اسمها اللي هي حاجه واحده ما ينفعش اضيف اكتر من كومبوننت، لكن هايبرد ديت بيكون فيها كل حاجه، ينفع اضيف كومبوننت جديده، اعمل اكتر من كومبوننت، اجيب كومبوننت من بره. التول اللي هي اسمها نيو كومبوننت موجوده هنا مش موجوده هناك، وبرضه الميست تول جوينت اللي احنا هنستخدمها النهارده موجوده هنا مش موجوده هناك. فخلينا نتعرف على جوينت كده الاول. لو انا جيت اضغط عليها كده هيقول لي مفيش كومبوننت موجوده، لان جوينت ديت يعني اللي انا بجمع اكتر من كومبوننت مع بعض، فمفيش كومبوننت موجوده دلوقتي علشان نجمعهم مع بعض. فخلينا نبدا كده ونضيف هنا تابه كده في الاول، عشان اي تول هنشرحها هنستعملها هنشرحها الاول في جنب هنا. ماشي، خلينا نبدا على طول كده بالتصميم بتاعنا. هنعمل ايه؟ عاوزين نعمل بكده بوكس معين، بيفتح وبيقفل بمفصله. فاحنا هنعمل المفصله ديت، والمفصله ديت لو جينا نبص هي قطعه هنا وقطعه هنا وجمعناهم مع بعض. فخلينا نبدا كده على طول بالتصميم بتاعنا ونعمل كريت سكتش ونشوف. هنيجي هنا كده ونعمل مستطيل معين. خلينا ده 100 ودي كده 50، حلو قوي. عاوزين نعمل خط سيمتريك. نيجي هنا كده وانا هحدد المقاسات بتاعتنا، ده 50 ده 100، ونحدد المسافة من هنا لهنا ومن هنا لهنا 10. ونيجي نعمل السيمتريك بتاعنا، نختار اللاين زي الفل. الميرور ديت بتعمل ايه؟ انا هنا بختار الاوبجكتس بتاعتنا، والميرور لاين ديت انا بختار الخط اللي انا عاوز اعمل ميرور حواليه زي الفل كده. اوكي، هنعمل فينيش سكتش ونعمل هنا على طول اكسترود. نطلع مثلا خلينا نقول 40 براحتنا، ممكن 35، خلينا نقول 35. ماشي، نخش على الطول اللي احنا عارفينها دايما اللي هي ايه، عاوزين نفضي هنا كده عشان نعمل علب. احنا ممكن كنا نعمل مستطيل تاني جواها ونطلع على طول وتبقى حلوه قوي. بس انا هنا دلوقتي هستخدم شيل اهي اهي. هعمل المسافه الاوت من بره كده، هنعمل مثلا 3 كده زي الفل قوي. نعمل اوكي. ماشي كده، البوكس بتاعتنا دول اللي هم الاتنين دول المفروض هيقفلوا على بعض كده، يبقى بوكس هنا جوه كده. يعني هيبقى بوكس ده المفروض يقفل على ده، او ده يقفل على ده. خلينا نبدأ بالمفصلة بتاعتنا. هنعمل هنا كده كريت سكتش، نعمل مفصلة. هنيجي هنا كده هنعمل، احنا قلنا احنا زي ما احنا عارفين اول حاجة ان المسافة دي كلها كده، احنا كنا سايبين هنا 10 وهنا 10، يعني المسافة دي كلها كده 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 20. فاحنا هنيجي لحد هنا كده ونعمل من هنا كده سيركل. هنسيب توليرانس نص سنتي هنا ونص سنتي من هنا، يعني سنتي. فهنعمل دي كلها على بعضها كام؟ 19. لازم احنا عارفين انت بتعمل مفصلة المفروض فيها شوية حركة كده عشان تبقى الحركة سلسة. وهاجي هنا كده واشد خط لحد ما يبقى تانجنت. اول ما يظهر تانجنت معايا هقف. ونفس الكلام يعني لو ما ظهرش تانجنت، انا عندي فوق هنا طول اسمها تانجنت، بحدد منه السيركل واللاين، وهم على طول بيبقوا تانجنت. هو يعني هيتمد يبقى تانجنت. وخلينا نطلع هنا كده وكده زي الفل قوي، ونعمل هنا فينيش سكتش. فلو احنا جينا نبص احنا سايبين هنا نص سنتي، وهنا سايبين بين السيركلز نص سنتي، عشان ديت اللي هو عشان ما يحصلش احتكاك. والمسافة دي كلها كانت 100، فاحنا ممكن هنمشي هنا 20
وهنشوف مع بعض احنا هنعمل ايه. هنشوف هنا ممكن نمشي 15 كده، 15. يبقى هنا كده انا سالب 15، هنا في ناقص 1، 15 زي الفل. بس احنا عاوزين نعملها نيو بودي مش جوين، نيو بودي. كده احنا بدأنا أول قطعة معانا. هنشوف احنا ليه عملنا نيو بودي دلوقتي. هنيجي هنا كده ونعمل كريت سكتش هنا كده على الشكل ده، وهاجي هنا واعمل سيركل صغيرة. دي اللي هيبقى البنز كده اللي هيمسك المفصلة في بعضها. احنا ممكن نعمله 8، او ممكن نكبره شوية نخليه 10، 10. ونعمل فينيش سكتش، وهنيجي هنا وهنطلع كده. بس لو جينا نشوف احنا ممكن نسيبه كده عادي، بس احنا ممكن يعني نسهلها ونعمل نخليه طالع كده ايه بزاوية كده ولا حاجة. ممكن نعمل هنا الزاوية 4 مثلا كده، لا يبقى سالب 4. يبقى ايه اللي هو من هنا كده 10، ومن هنا دق شوية. ممكن نخليها 8 دقت اكتر، ونعمل اوكي. وممكن يعني نعمل يعني ثانية كده. احنا طلعنا قد ايه 10. احنا والتانية اللي زادت بعد كده هتبقى، فاحنا ممكن نرجع دي شوية كده 8 اوكي. وممكن نعمل هنا بقى فليت كده عشان ما تبقاش حد قوي كده ولا حاجة. حلو قوي. اوكي. احنا دلوقتي عملنا القطعة الأولى اللي هي دي كده. عاوزين بقى واحدة تمسك فيها كده، وده البنز اللي هيبقى يلف. فاحنا هنيجي ايه، نيجي على طول من هنا كده كريت سكتش من فوق البلان ده، عشان احنا هنطلع من هنا كريت سكتش كده. وهعمل سيركل اهي، اهي 20. احنا كنا عاملين 19، قصدي 19. زي الفل. وهاجي من هنا اهو، هشد لدي كده، وهاجي اطلع من هنا هعمل تانجنت. هو ظهر تانجنت اهو، بس لو انا عملت كده هاجي اعمل من ده بين ده وده تانجنت، هيبقى تانجنت على طول واحده طلع اللي فوق اهو، هو بقى تانجنت وظهر لي علامه التانجنت. وهاجي اشد لاين من هنا لحد تحت زي الفل قوي. فينيش سكتش. وهنشوف حاجه دلوقتي هنعرفها. هنيجي هنا كده هنطلع بده وده وده، والدايره اللي جوه دي كمان صح. لو جينا نعمل كده يحصل قط في التاني صح. بس احنا هنعمل ايه، نيو بودي، نيو بودي خالص عادي. وده هنعمله 15، احنا كنا عملنا التاني 15 فده هيبقى 15. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. لو جينا دلوقتي هنا ثانيه عشان في حاجه احنا عملناها غلط، او هوريكم الغلط اللي احنا عملناه. لو جينا نبص هنا كده، هنا في احتكاك. هل المفصله بتكون كده؟ لا، بيكون في مسافه هنا كده علشان ما يحصلش احتكاك. طب ده نحلها ازاي؟ هنيجي هنا كده قبل ما نعمل اكسترود، هنبدأ من مسافة معينة وعشان نتجاهل النقطة دي. فهنيجي نعمل كده edit feature، ويقول لك ايه بقى ستارت. عاوز تستارت منين؟ هقول له باوفست معين. يعني هتسيب قد ايه مثلا؟ خلينا نقول سيب 2. شوف اتحرك اتزحزح بمسافة 2. اوكي. اللي هي دي. حتى البنز بتاعنا لسه موجود اهو، بس لو جينا نشوف هو داخل فيه، داخل في البتاع ده. طب ده اصلا لو جينا يعني احنا طول البادي بتاعنا ده لو جينا نقفل، طب ما هو مش قاطع في ده. طب عاوزين نعمل حاجة نشوف حل في الموضوع ده، هنحلها الوقت مع بعض. خدنا طول قبل كده عشان نحل الموضوع ده اسمها كومباين. بس اللي احنا خدناه قبل كده عن كومباين، تعال نعمل هنا كده عشان نشرح كومباين مع بعض. عندنا هنا تصميم اولاني، هنعمل هنا كريت سكتش كده. كريت سكتش، خلينا نجيب اي حاجة مكعب هنا مثلا. فين مكعب؟ اهو بوكس. وهنطلع كده 45. عاوزين كمان بوكس هنا كده. اختار البلان ده. عشان اختار البلان ده اللي جوه ده
بضغط ضغطه مطوله على الماوس واختار اختار البين اللي انا عاوزه. هاجي هنا كده وعاوزه كده كده اهو. ولو جينا نشوف انا مش عاوزه يعمل قط، انا عاوزه يطلع عادي كده. نيو بودي عشان ايه نستخدمه. نشرح بقى اللي هي التول اللي اسمها كومباين دي. كومباين بتاعتنا دي اول حاجه لو جينا نبص هنا عندنا جوين، وعندنا هنا قط، وعندنا هنا انترسكت. اول حاجه لو عملت كومباين ما بين الاثنين اخترت ده وده، لو جينا نبص هنا زي ما شرحنا قبل كده هيبقى قطعه واحده. صح بقى قطعه واحده. ماشي زي الفل. نرجع تاني عاوز نشرح الباقي. كومباين بين ده وده وعملت قط، اللي فوق البادي يعني اللي فوق ده التارجت بتاعي، وده التول ديت هي اللي بتقطع. يعني التول ديت هي اللي بتقطع. فتعال نوضح تاني. انا اخترت ده، انا عاوز مين اللي يقطع في مين؟ ده كده اهو التارجت بتاعي. يبقى ده يبقى التاني هو اللي هيقطع. يبقى ده اللي هيقطع في ده، وهنستخدم قط اهو. تاني نقولها تاني يعني بالظبط كده. خلينا نوضحها. انا عاوز مثلا ده اللي اقطع فيه، ده اللي هقطع فيه، وده اللي يقطع. خلاص بدل ده اللي هقطع فيه يبقى اختار التارجت. التول بتاعتي ده يبقى ده اهو. هنعمل قط من هنا قطع في ده. لو جينا عملنا اوكي قطع فيه زي الفل. نرجع عاوز اجيب الانترسكت المشترك ما بينهم بين ده وده، واجيب الانترسكت اهو. ايه المشترك ما بينهم؟ كان القطعه اللي هناك دي. اوكي زي الفل. طب خلينا نشوف بقى الحاجات الباقيه اللي موجوده في كومباين دي. فينا عندنا حاجات اسمها نيو كومبوننت، وفي حاجه اسمها كيب تولز. كيب تولز ديت اللي احنا عاوزين نعرفها، مهمه جدا عشان هنستخدمها. ماشي. اول حاجه انا دلوقتي لو عملت هنا كده جوين ما بين ده وده وضغطت على كيب تول، شوف ايه اللي هيحصل. شوف ايه اللي هيحصل هنا. التول بتاعتنا هتفضل موجوده عشان عملت كيب تول. حافظ عليها ما تمسحهاش اهو. هيبقى عندنا هنا تول، شوف موجوده عاده موجوده هنا لسه اهي، والبتاع حصل له برضه كومباين. خلينا نوضحها بقى في القط عشان هي بتكون مهمه اكتر حاجه في القط. ماشي. عندنا التول بتاعتنا الاثنين اهمت ديت ثانيه. ماشي. ماشي عندنا ايه الوقت كده التو بادز بتوعنا اهمت ده وده. الوقت لو انا دلوقتي عملت هنا كده قط، انا هعمل قط اهو. مين اللي هيقطع في مين؟ انا عاوز ده يقطع، ده اللي هيتقطع فيه، وده اللي هيقطع. صح؟ لو يعني اهو وهعمل كيب تول يعني ده تفضل موجوده. اوكي. الوقت لو انا قفلت ده اهو هلاقي ديت اتقطعت، بس ديت لسه موجوده اهي، لان انا عملت كيب تول. فاظن كده كومباين يعني وضحت وبقت زي الفل، ما فيهاش اي مشكله. ماشي نخش على اللي بعده. طب ليه هنستخدمها بقى دلوقتي؟ انا عاوز ده اهو بالبنز اللي احنا عملناه يقطع في ده، بس ده يفضل موجود. يعني شفت احنا عملنا ده بالبنز ده، بس انا عاوز ده يفضل موجود بكل حاجه. خلاص ماشي. هنيجي هنا كده هنستخدم كومباين بتاع قط اهي بالكيب تولز اهو. ده اللي هيقطع، ده اللي هيتقطع فيه يبقى التارجت. طب التول اهي اقطع في ده مع كيب تول. اوكي. لو جينا دلوقتي قبلها، طب تعالى اوريكم حاجه الاول. لو جينا هنا كده نعمل سيكشن اناليسيز اللي احنا كنا خدناها فين اهي. نختار الفيس ده كده ونرجع زي ما احنا عارفين اللي هو كده كده ما قطعش اهو. ما كانش قطع لسه. ما كانش قطع يعني هو كده بس ما كانش قطع. لو قفلنا ده ما قطعش لسه اهو. صح. خلاص ماشي. احنا بقى دلوقتي عاوزين نقطع. هنعمل كومباين بين ده وده. ايه ده الوقت التارجت بتاعي؟ لا يبقى انا دلوقتي الغي ده التارجت بتاعي، وده التول اهي. وهعمل كات وهسيبها. اوكي. الوقت لو جيت اعمل بقى سيكشن اناليسيز اللي احنا عملناه، انا اتقطعت اهو، والغي البتاع ده دلوقتي اهو. قطع فيها زي الفل. حلو قوي. بس في نقطة. لو جينا نبص اما عملنا سيكشن اناليسيز اهو تاني، في نقطة اللي هو فيه يعني مفيش توليرانس كده. عاوزين احنا بقى نعمل التوليرانس ده. فهنيجي هنا كده ده كده اهو. وعندنا تول عندنا ينفع نستخدمها باكتر من طريقة. ينفع نعملها بالاكسترود. وعندنا برضو هنا تول هنا حلوة للحاجات ديت اللي هي اسمها ايه، كانت موجودة هنا اللي هي اسمها اوفست فيس اهي. بستخدمها كده اهي كده كده. هاجي هنا كده استخدمها بس مثلا -1 ولا حاجة. اوكي. لو جينا دلوقتي افعل ده وعملت سيكشن اناليسيس هلاقي في مسافة كده ايه حلوة قوي عشان ما يحصلش اي احتكاك. سيكشن اناليسيس اهو. يعني في مسافة حلوة 100 قوي. جميلة قوي. اوكي. ماشي.
احنا كده كل حاجة معانا يعني زي الفل. احنا الوقت عندنا كده ديت. انا بس في نقطة عاوز اشوفها ديت. اه ماشي. الوقت بقى احنا عاوزين نضيف نفس اللي حصل ده، نفس اللي حصل ده هنا كده، هناك كده، هنا كده. فهنستخدم باترن بتاعنا عادي. عندنا الباترن ديت، الباترن ديت يعني انا بعمل نمط معين. فانا الوقت هذا باترن اهو، هختار دول. انا عاوز اضيف ده وده، والمسار بتاعي اللي هو ده اهو. ماشي زي الفل. بس انت هتضيف انا هضيف كام واحدة اهو. طب انا ليه اعمل كده؟ انا ليه اضيف باترن؟ طب ما انا عندي حل تاني، مش ده وده كده معين. يعني ده ينفع، ده شغال وزي الفل حلو، بس هيقرفني شويه. طب ليه انا ما اعملش حاجه ميرور حوالين؟ يعني هو يعتبر ده هنا كده، دي الناحيه التانيه. انا ممكن اعمل ميرور، ميرور بقى امدل ده تبقى هنا وده تبقى هناك. فاجي هنا كده اعمل بلان، ميد بلان بين ده وبين هناك اهو. اوكي. او هتعمل ايه؟ هعمل ميرور. طب انا دلوقتي انا مش عارف ميرور دي مكانها فين. قلنا قبل كده انا ممكن اعمل اس وابحث عن ميرور. ميرور اهي. قال لي هتعمل ميرور لايه؟ لديت وديت حوالين انهي بلان؟ البلان ده على طول. اوكي زي الفل قوي كده. يعني احنا كده يعني اهو خلاص، يعني احنا يعتبر اصلا البوكس يعني بدأ يبقى زي الفل. صح. صح. ماشي. طب دلوقتي بقى نعمل ايه؟ عاوزين نعمل كومباين، كومباين بين ده وكل واحده فيها كومباين. بس احنا دلوقتي ده يبقى جوين، ومش عاوزين التول خلاص. احنا ما عدناش عاوزينها، ده هو يعمل كومباين ومش عاوزين مكان التول. فنيجي هنا كده ونختار ده مع ده مع ده. صح. صح زي الفل. هنعمل اوكي. البادز بدأت تقل اهي. هنعمل كومباين بين ده وده واللي هناك. حلو قوي. اوكي. صح. دلوقتي لو جينا نقفل البوكس ده على بعض، هل هيقفل؟ لا. طب احنا عاوزين الاتنين البوكس دول يقفلوا على بعض. عاوزينهم يقفلوا على بعض. تمام. طب احنا قلنا الفيديو اللي فات عندنا تول اللي هي اسمها نيو كومبوننت. هنعمل كل واحده فيهم كومبوننت. اول حاجه هنيجي هنا كده، هنعمل نيو كومبوننت فروم بودز، من البودز بتاعتنا اللي احنا عملناها. اول حاجه دي الكومبوننت الاولى، هنسمي ونعمل اوكي. كده احنا جواه. هنخرج بره تاني ونعمل نيو كومبوننت فروم بودز ودي اوكي. ده الكومبوننت التاني. وقلنا الفيديو اللي فات اللي بيكون عليه علامه زي الخطاف دي كده، هو اللي ثابت ما اعرفش نحركه، اللي هو ده اهو. ده ما اعرفش احركه. ده كده اعرف احركه عادي اهو. نعمل ريفت بوزيشن. ماشي. طب انا اثبته عادي، ممكن اعمل له بين عادي خالص. نكمل. انا الوقت بقى عاوز اخلي البوكس ده يبقى هنا كده، ويلف بقى بوكس بقى، ونشوف الشغل بتاعنا. الطرق اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها ايه؟ جوينت. اول حاجه جوينت ديت انا هستخدمها. هعمل هنا جوينت كده، نشرحها مع بعض برضه. اجي هنا كده ادي جوينت مع دي كده. طب تعال نشوف بقى جوينت ديت. انا جوينت ديت بحدد الحاجتين اللي انا عاوز ادمجهم مع بعض، اجيب مكان مظبوط اخليهم الاتنين يندمجوا مع بعض في المكان ده. خلينا بقى نشرح جوينت دي. اول حاجه انا بختار البادل اللي هو الكومبوننت الاولى والكومبوننت الثاني. ماشي. هنا ببدل لو انا عاوز يعني الجوينت مش بالطريقه دي، اعمل فليب. ماشي. عندنا بقى كذا نوع من الحركه. اول حركه خالص اللي هي تكون ثابته. انا بس انا بثبت حاجه بمسامير، فانا مش بدأ ما بتتحركش، فانا بعمل جوينت. لا، بعمل جوينت اللي هي بتكون ثابته. عندي حاجه تانية اللي هي تعمل ريفولف، تلف اهو. دي كده. ما خلينا بس نتلاشى حته دلوقتي اللي هو بيخش فيها كده. احنا هنعمل فينا عندنا حاجه اسمها مينيمم وماكسيمم، هنوضح فيها الجزء ده عادي خالص. عندنا حاجه تانية اسمها سلايدر. شوف، لا يفضل رايح كده، اكيد لها استخداماتها. عندنا دي برضه، كل حاجه لها استخداماتها. عندنا دي. كل حاجه موجوده. بس احنا اللي احنا عاوزينه هنا، عاوزين دي نعمل ريفولف كده. ماشي. مش هنعمل مينيمم وهنعمل ماكسيمم.
المينيمم مثلا، المينيمم صفر، الماكسيمم 180. ده اللي احنا عاوزينه اهو. ده لو انا كده هيعمل الناحية التانية. لا، فانا عاوز كده. زي الفل قوي. هعمل اوكي، هاجي ابص كده دلوقتي. لو مسكتها اهو، اقدر احرك ده لفوق لتحت براحتي. قفلته. ماشي. جميل. جميل اول لحد دلوقتي. لو جينا نبص، يعني احنا دلوقتي ده، احنا ممكن برضو زي ما احنا قلنا ممكن نعمل له لون، اي حاجة براحتنا. appearance. نختار هنا كده مثلا اي حاجة بلاستيك. انا بحب اللون ده. اوكي كلوز. ماشي. دلوقتي مثلا انا عملت البوكس ده وحبيت اكتب اسم عليه. عاوز اكتب اسمي مثلا. انا مثلا عاوز اكتب صقر. محمد صقر، صقر، اي حاجة. باجي هنا كده واعمل كريت سكتش. عشان اعمل كده ممكن اعمل كابتشر بوزيشن، انا اسيب البوزيشن بتاعي زي ما هو الحاجه ديت. او ممكن اعمل ريفت بوزيشن، انا بشتغل على طول كابتشر بوزيشن، اسيبها زي ما هي كده. او عادي ريفت، بس انا مش ده اللي هيبقى مش ده هيبقى الحال عليه، لا انا عاوزها كابتشر زي ما هي كده. الفها كده. واعمل ايه؟ نعمل تكست. تكست اهي. هنا كده. واكتب مثلا صقر. وده مثلا نقول ايه؟ ده الدرس السادس. تعال مثلا نكتب رقم 6. ونخليها مثلا هنا في النص. ونغير الفونت اي حاجه. لا. كده مثلا ممكن نكبر شويه نخليها 20 كده. براحتنا يعني. اوكي. نعمل فينيش سكتش. ده كده. عاوزين بقى نعمل بقى ايه، يعني ينفع نقط، يا اما نطلع لفوق براحتنا يعني. كده. يا اما نعمل قط لتحت. وكده برضه تعرفنا على التول الجديدة اللي هي بتاعة التكست. واتعرف الفيديو الجاي على تولز جديدة، زي ازاي نربط اكتر من جوينت مع بعض، زي حاجة زي اللي هوريها لكم دلوقتي. حاجة زي الدرون ده مثلا، اللي انا ازاي بلف ديت، وكله بيلف مع بعضه كده. وبس كده. وكده نكون اتعرفنا على جاين وشفناه بيشتغل معانا في التصميم. بس اهم حاجه ما تكتفيش بالشرح، افتح فيوجن 360 وجرب تصميم بسيط بايدك. ولو في اي طول معينه عايزني اشرحها اكتب لي في الكومنتات. والفيديو الجاي هنتعرف على تولز جديده، فما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك علشان نوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.